تعرف ان فرلاندو توريس ضحى بمسيرته الكرويه عشان يكسب كاس العالم؟ لو ما تعرفش فتعال اقول لك. وزي ما انت عارف يا حبيب الزرزور ان فرلاندو توريس كان واحد من احسن المهاجمين في العالم، كان نجم منتخب اسبانيا وكان نجم برضه نادي ليفربول. وما تنساش برضه ان توريس كان السبب في فوز اسبانيا سنه 2008 باليورو. بس بعيد عنك الواد حد لطشه عين ومستواه ابتدى يتراجع سنه ورا سنه، فالناس طلعت وقالت لك ده توريس مستواه قل بسبب ان هو ماضي في تشيلسي. طب وتشيلسي ماله يا حبيب الزرزور؟ الله وانا مالي يا لمبي؟ لكن الزرزور كان عارف ليه مستوى توريس تراجع. وانا قاعد على القهوه يا حبيب الزرزور سنه 2010 في شهر 4 يوم 8 كان في ماتش ما بين ليفربول وبنفيكا في ربع نهائي اليوروبا ليج. تقول لك الولا توريس في الماتش ده وجاب جونين لليفربول، بس هو بيجري كده حس ان في مشكله في ركبته. ففعلا بعد الماتش الولا توريس طلع على مستشفى السيد جلال وكشف على رجله وقالوا له انت فعلا في اصابه في رجلك لازم تعمل عمليه. العمليه دي يا حبيب الزرزور لو توريس فعلا عملها ولا هيكمل الموسم ولا هيكمل كاس العالم مع اسبانيا. فتوريس تنشن دماغه وكمل الموسم بالمسكنات وكمل كاس العالم مع اسبانيا. وفعلا يا حبيب الزرزور توريس كان ليه الفضل على اسبانيا في فوزها بكاس العالم بعد تسجيله هدف المكسب في النهائي. وعشان نبين قد ايه الاصابه كانت صعبه توريس حتى ما قدرش يكمل ماتش النهائي بسبب وجع ركبته. وبرغم ان توريس خد كاس العالم مع منتخب بلده بس عمره ما قدر يرجع لمستواه بسبب الاصابه اللي كانت في رجله. محدش بقى كان عارف الليله ديت غير العبد لله الزرزور، عشان كده جيت حكيتها لك. فما تنساش اللايك والاشتراك.